الأصدقاء الأعزاء، من تقي الله جمال سعد، من تقي الله جمال سعد لكم جميعا كل التقدير والتحية من متحف دولة القاهرة، متحف التحرير. وتمثال للملك. مين ده؟ ده جرانيت يا جمال. جرانيت. مين هو ده يا جمال؟ اهو أوسر معت رع ملي أمون. مين هو أوسر معت رع ملي أمون ده يا جمال؟ رمسيس الثالث. رمسيس الثالث، وهو متقدم القدم اليسرى على اليمنى. ولو بصيت هنا فوق لابس تاج الجنوب اهو، وادي الكبرى للحمايه، وادي الذقن اهو المستعاره. ده مين ده يا جمال؟ ده حورس اهو، حورس. طب ليه قلت حورس؟ ده مش واحد تاني، لا ده حورس عشان قصاده ست اهو. بص ست، ادي ست اهو، ماشي. زي مثلا ايه الحيوان الخرافي ده يا جمال؟ بنقول عليه حيوان خرافي، اللي هو ايه؟ بيقولوا عليه اكل النمل و طبعا مش حمار، ماشي. ما حدش يقول ده حمار، ماشي. الست اهو بالشكل ده. ده عبارة عن رأس حيوان خرافي بهذا الشكل. وهم طبعا للتحكير منه، لأنه هو اللي قتل أخوه أوزوريس وقطعه 42 قطعة ورماه في نهر النيل. فكانوا يصوروه بهذا الشكل الفراعنة، يعني أنه كان إله الشر، وحورس هو اللي انتصر عليه وقضى عليه. وتصور هنا عندنا ست بيحط إيده على تاج الجنوب قصاد حورس، يعني الخير والشر. وادي ايه؟ رمسيس الثالث وهو متبسم اهو. قلنا لما الشخص يكون متبسم كده بسمة خفيفة جدا، يعني هو ده آخر عظماء الفراعنة، الملك رمسيس الثالث. وهو ماسك اللي هو العنق، اللي هو ايه؟ الحياة الأبدية، ماشي. هنا ماسك اللي هو ايه؟ الصولجان بتاعه، او زي ما تقول كده الختم الملكي بتاعه. وادي ست ماسك العنق اهو، متقدم القدم اليسرى على اليمنى. وادي الاصابع اهو، الصوبع الكبير اقصر من اللي جنبه اهو. لازم يكون فترة الملكية الاصبع الكبير الملك بتاعه اقصر من اللي جنبه. وادي الكبرى اهو، الكبرى اهو رفع ديلها لفوق اهو، ماشي، جسمها لفوق. يبقى كده احنا شايفين رمسيس الثالث من الجرانيت الوردي. متعكم الله بالصحة والعافية. شكرا جزيلا من متحف دولة القاهرة التحرير. شكرا جزيلا.